أقلير داكيا كذوافا السلطان سمير مصباح ذيلين كساراق ذي موريال سلازكا دعني ذي أوتاوا كاتينو الحد ثناد سمير كذوافا وفا ثناد يوم باول يسوهمية تديني انت تستعرض سمير ديال غاف قبايلي نعرفو مدكيني كيوا وفا قلتي ما هي أحسن وسيلة لاسترجاع لغة الأم؟ ليس الاسترجاع، أفضل وسيلة لاستعادة الثقافة الأم ولاستعادة التاريخ الحقيقي هو أن تنعش اللغة الأم، أن تعيد اللغة الأم. اللغة هي التي ستعيد لك التاريخ وهي التي ستعيد لك الثقافة. أفضل طريقة أن تعتمدوا لغتكم الأم. اخلقوا قصص للأطفال باللغة الأم، ابدأوا بتعليم، لا تعلموا الأطفال أي لغة أخرى قبل أن يتعلم الأمازيغية، يجب أن تكون اللغة الأم. هكذا تركيا أصبحت علمانية. مصطفى أتاتورك كانت اللغة التركية تكتب بالأحرف العربية فحذفها وأعادها إلى الأحرف اللاتينية. اللغة هي التي استعادة اللغة الأمازيغية هي التي ستقطع الصلة بينكم وبين الاستعمار الإسلامي. هو لم يكن فتح، كان استعمار، والاستعمار دائما يحكم بالقوة، ودائما أول خطوة يقوم بها يطمس الثقافة المحلية، يطمس الأعراف والقيم المحلية ويفرض ثقافته ويفرض قيمه بالقوة. هذا ما حدث في بلاد الأمازيغ. أنا سورية، لم أكن أعرف عن الأمازيغ إلا كل شيء سيء، كل شيء سيء كنا نعرفه عن الأمازيغ. كيف كانوا يدرسون لكم الأمازيغ في المدارس السورية؟ كانوا يقولوا هم من البربر. البربر بالمفهوم السوري هم ناس من الوحوش متخلفين لا يمتون إلى الحضارة ولا إلى المدنية بصلة. هكذا كلمة بربري، كنا نخاف من كلمة بربري. كنا نقول هناك قبائل متوحشة تعيش في شمال أفريقيا، بيقصدوا فيها ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. لكن أنا من خلال حياتي بأمريكا تعرفت على الكثير من الأصدقاء الأمازيغ، وقابلت في سويسرا وفي فرنسا والآن في كندا. عزموني على بيوتهم، عزموني على الأكل. أنا لا أصدق أنه ناس متوحشين يستطيعون أن يقدموا هذه الصنوف من الطعام، أن يستقبلون بهذه الرحابة، أن يحبون، أن يعانقون. أنا كنت أخاف منهم، أفكرهم وحوش. صدمت عندما اطلعت على التاريخ الأمازيغي. من العار بمكان لأمازيغي أن يقول أنا مسلم، من العار بمكان لأمازيغي أن يقول أنا عرب. هذا نكران لثقافته، نكران لتاريخه، نكران لكرم الضيافة عنده، للقيم الأخلاقية اللي عنده. لذلك كما نحن في سوريا كنا ثقافات متعددة، ثقافات جميلة، الآشورية، السريانية، الفينيقية، شوهونا، فرضوا علينا الثقافة الإسلامية بالقوة. المرأة كانت قائدة كما كانت في الأمازيغ. أنت أذهلتني عندما قلت أنه كان عندكم ملكة حكمت لمدة 35. دهية العرب سميناها كاهنة. كيف يقبل الأمازيغي أن في تاريخه كانت هنالك ملكة امرأة ويقبل بالثقافة الإسلامية التي تهمش المرأة، التي تنتقص من عقل المرأة، تنتقص من حظ المرأة، تنتقص من إيمان المرأة؟ عار على كل أمازيغي أن يقبل بثقافة مغايرة إنسانيا وأخلاقيا للثقافة الأصلية لبلاده. عار عليه. لذلك أطالب كل الأخوة الأمازيغ باستعادة هذه القيم الجميلة. أنا عندما تعرفت على الأمازيغ دهشت على كمية الإنسانية والأخلاق والمحبة والطيبة والكرم وحسن الضيافة الموجودة لديهم. سمير زمر كيكي سوزل وقال فهم لنا تعرف ليش يدنا كيكي غروسو مودو. Alors, je vais intervenir en français, après j'expliquerai ça se trouve à l'île. C'est-à-dire, son point de vue, c'est axé sur la langue maternelle. C'est-à-dire, si on veut revisiter l'histoire, faire revivre l'histoire, l'héritage, le patrimoine, pour avancer
vers de l'avant, il faut se baser, retourner aux sources, c'est la langue maternelle. Donc c'est une forme. Comment on fait les Turcs, ce qu'elle a dit. Elle a donné des exemples. C'est très parce que ce matin on a parlé un peu sur avec quelle langue on pense, avec quelle langue on se met en colère. Elle m'a posé une question pertinente parce qu'elle sait que je parle l'arabe classique, l'arabe dialectal algérois, je parle français. Et donc elle me posait la question comment à l'intérieur de toi-même. Donc je n'ai pas su lui répondre et finalement j'ai trouvé la réponse. Je lui ai dit quand je ressens les choses, c'est dans la langue de ma maman. C'est ma dire, c'est très belle. تغال دم سلي تغال در توثليف جمتنا تستاقيس وسانا زمر أنو غال فم زروي أتي الدعوة أتي النر باش نلحو وثناك دوتون بلوس مازيغان كان ديال كازن سلاوين في مزروي مقرون يشبان دهيات سيتي نو دهيا مي اوسي لانويا. Il y a ça parce qu'elle donne un regard de l'extérieur. Elle est américaine d'origine syrienne, de citoyenneté américaine et d'origine syrienne. Elle a un sacré bagage intellectuel et une expérience formidable. Et donc elle témoigne que avant elle connaissait pas les peuples amazirs d'Afrique du Nord, elle connaissait pas ça. Et ces peuples. Chez elle, quand elle était petite, à l'école, on les traitait de barbares. Jusqu'à ce qu'arrivée, c'est aux États-Unis qu'elle a rencontré des gens d'Afrique du Nord, donc des amazirs. C'est à partir de là. Parce que l'image du passé, les amazirs étaient décrits comme des gens sauvages. Selon l'école syrienne. Selon l'école syrienne, et je suppose que ça doit être pareil dans toutes les autres écoles des autres pays. Et c'est comme ça, j'essaie de traduire sa pensée. Et c'est pour ça que l'image, elle a été déconstruite quand elle est arrivée. Aux États-Unis. Ce qu'on leur a rencontré, que c'est des gens infréquentables. Aux États-Unis, elle a rencontré un mode de vie amazir. Elle a découvert l'art culinaire, elle a découvert leur c'est des gens civilisés, généreux, gentils. Leur accueil, donc elle les a découverts et là-bas, aux États-Unis, et ici, en Suisse et en France. Voilà, c'est un peu une réhabilitation. Donc c'est son regard de l'extérieur comment il a changé. Voilà résumé. رزومي تنمية سمير بالنسبة كان ذا سمير مصباح هكذا السلطان وفاة سلطان هذه اللي ناس نسفتكين يونس سراج داس كاسير ذي مونريال سنتر سان بيير تنسى لادريس 1212 رue باني دي مونريال غاف الوحدة ونص شفوت مليح هي سنتر سان بيير 1212 سنتر سان بيير rue باني دانيا الحد اسكاني لو 4 ماي اتلين دي اوتاوا غاتينو دي تنسى كي تولي مكا اكت تنزل. مشكلة الإسلام والمسلمين أنه لا يقبلون بالتعددية، لا يقبلون بالاختلاف. هذه المشكلة. نحن نعيش في زمن مفتوح لكل الثقافات، مفتوح لكل الأفكار، مفتوح لكل القيم. لأني عندما تتصارع الأفكار، عندما تتصارع القيم، تبقى القيمة الأفضل، تبقى الفكرة الأفضل. مشان هيك أنا قلت لك أدعوك أنت ومن تحب أن نقيم مؤتمر في بيتي. أهلا وسهلا بكم في بيتي في كاليفورنيا. شكرا شكرا. وسيكون موضوع المؤتمر التعددية في كل مجال، التعددية الفكرية، الثقافية، القيمية. دعنا نتحدث، دعنا نعلم شعوبنا في المنطقة، في شمال أفريقيا وفي ما يسمى الشرق الأوسط أو العالم العربي إذا صح التعبير مع العلم. شمال أفريقيا أحسن، يعني شمال أفريقيا. ولا تقولين المغرب العربي. المغرب العربي مرفوض جملة وتفصيلا من الأمازيغ. قل تمزغة أو شمال أفريقيا. صحيح، بس لا تنسى أنه نحن تبرمجنا عقليا على أن نقول المغرب العربي. لذلك أوتوماتيكيا نلفظ كلمة المغرب العربي. العقل مبرمج كالكمبيوتر. هلأ نحن نستخدم كلمة الله كتير، مع العلم الله هو الإله المسلمين، ولكن لا نقصد تحديدا إله المسلمين، لأننا تبرمجنا أن نلفظ كلمة الله. لذلك يجب أن نعلم هذه الشعوب أن يقبلوا الآخر بكل اختلافاته،
أن يقبلوا الآخر. أنا أشرت في حديث سابق أنه كان فكرتي عن الأمازيغ فكرة مشوهة جدا جدا. ولذلك عندما تكره أحدا أصل الكراهية هي الجهل، أنت تكرهه لأنك تجهله. عندما تعرفت على الأمازيغ يمكن بحبهم أكثر ما بحب أي نوع ثقافي سوري آخر. لأن تعرفت على قيمهم، تعرفت على ثقافتهم. عندما كنت أخاف من الأمازيغ لأن الصورة عنهم كانت مشوهة في ذهني، كان إنه هن قبائل متوحشة. إذن الكراهية هي أصل، أو الجهل هو أصل الكراهية. أنت تكره شخص لأنك تجهله. كما يقول الباحث القبائلي الأمازيغي محمد أنكون: الجهل مقدس. الجهل يتكلم عن الجهل المقدس. الجهل المقدس يعني قدسوا الجهل. لذلك عندما تكره شخص أو عندما تبرمج ثقافيا على أن تكره شعب أو شخص، حاول أن تقرأ عن هذا الشخص، حاول أن تتعرف على هذا الشعب. كلما عرفت المزيد عنه ستقل مدى كراهيتك له. صحيح. الكراهية هي الجهل هو أصل الكراهية. صح. هذا ما أريده. لذلك المؤتمر إذا نجحنا وهذا المؤتمر يعني نداء لكل الشخصيات البارزة في الفكر لكي نقدم ثقافة بديلة للثقافة السائدة في عالمنا في الشرق الأوسط. يجب أن نقدم ثقافة جديدة، يجب أن نقبل الآخر. الشرق الأوسط والشمال الأفريقيا كذلك. منطقة الشرق الأوسط يجب أن نقدم فكرا جديدا. أنت لا تستطيع أن تنقد ثقافة معينة قبل أن تجد البديل لهذه الثقافة. صح. لأنه عندما تنسف ثقافة تخلق نوع من الفراغ لدى شعوب هذه الثقافة. لأن دائما أنا بتعرف أنا من أول ومن أشرس النقاد عندما يتعلق الأمر بالإسلام، ولكن وصلت إلى دائما الذين اقتنعوا بفكري والذين تركوا الإسلام وعرفوا حقيقة التعاليم الإسلامية يرسلون لي أسئلة: طيب ما هو البديل؟ هذا هو المشكل. يعني هذا المشكل. حتى نحن الأمازيغ القبائل يعني ما عندناش البديل في الحقيقة. يعني عندنا القيم الأمازيغية ولكن قيم قديمة وليس لها تجديد. يعني لابد أن تكون هناك بديل روحاني. spiritual. تماما. وأنا أحاول اليوم أن أخلق البديل الروحاني. لا أريد أن أكون قائدا روحانيا، لا أكيد ولا أدعي أنني قائد روحاني، ولكن أنا منكبة على تأليف كتاب هو من عدة أجزاء اسمه دليلك إلى حياة مقدسة. هذا الكتاب يخلق نوع من الروحانيات لدى الشعوب التي تركت الثقافة الإسلامية. لا أدعي أنه أنا منزل من عند الله، إنه يعني علاقتك بالطبيعة، على علاقتي فيك أنت كإنسان تجسد مدى روحانيتي. الروح بمفهومي أنا الشخصي هي علاقة الإنسان بكل ما يحيط فيه، علاقتك بالشجرة، علاقتك بالبناء. عندما تمد يدك وتلتقط شيء مكبوب على الأرض وتضعه في سلة القمامة، هذا جزء من حياتنا. احنا الأمازيغ عندنا هذه العادة، كنا نتجسم مع الطبيعة، نقدس الأشجار، شجرة الزيتون مثلا، نقدس حتى العصافير، نعطوا لها الأكل. أنا كنت صغيرا عندي عمي، أجدادي، جدتي كذلك، لما نذهب إلى لكي تزرع شيء ما تعطي للعصافير تأكل، تبوس يعني شجرة. أنت كيف تقدس فنان؟ الفنان هو الذي يبتكر ويرسم لوحة. تقدس الفنان من خلال الاعتناء بإبداعات هذا الفنان. صح. الخالق هو الكون، هو القدرة الكونية. إذا في خالق معناته يجب أن نتعرف على هذا الخالق من خلال إبداعاته. أنا لا أعرف الخالق، لم أرى الخالق وأنت لم ترى الخالق. تنظر إلى الشجرة ترى فيها إبداع الخالق، هي البرهان على وجود الخالق. لذلك تقديسك لإبداعات الخالق هي تقديس للخالق نفسه.
هذه هي الروحانية، هذه هي الروحانية. أنا عندي صديقة أمريكية تعلمت منها الكثير. وقت اللي بنشتغل بالحديقة في الأعشاب الضارة، بالإنجليزي اسمها ويد، يعني الأعشاب الضارة، عندما تقبع الأعشاب الضارة تعتذر منها. تصور، تعتذر، تقول لها أم سوري، أنا مضطرة إنه I feel sorry for أنا أعتذر عن قبعك، ولكن مضطرة تعتذر عن قبع الأعشاب الضارة، لأنه حتى الأعشاب الضارة هي جزء من الخالق، هي جزء من الكون. هكذا هي الروحانيات. الروح دائما في كتاباتي أستخدم كلمة الروح، فبعض العلمانيين يحتجون على استخدامي لكلمة الروح. ها أنت تأتين بدين جديد. لا، الروح لا، هناك فرق بين الروح والدين. تماما. الروح هي الرابط بينك وبين الكون، صح. هي جزء من اندماجك بالكون. هذه هي الروح، هذه هي الروحانية. احترامك لكل شيء في هذا الكون هو احترام للخالق الذي صنع هذا الكون. لذلك أنا أحترم تقديسك لشجرة الزيتون أكثر مما أحترم أن تضطج وتركع وتصلي صباحا وعشية لكل الطقوس الدينية، لكل الطقوس الدينية. بالبوذية بيقولوا لك إذا كنت منهك نفسيا عليك أن تذهب إلى شجرة وتعانق هذه الشجرة. لنفرض أن الفكرة غير صحيحة ولكنها فكرة جميلة، صح، ما هو الخلل في أن أعانق الشجرة أو تبوس، يعني أو أبوس الشجرة؟ أين هو الخلل؟ جميل، شيء جميل جدا. أنا لا أؤذي أحد. لنفترض أن هذه الفكرة غير علمية وغير صحيحة، لكن خذها من حيث المفهوم الجميل إلى، من خلال المفهوم الجميل إلى. الفكرة طاقة، والطاقة تدخل العقل، لذلك الفكرة تؤثر عليك من خلال طاقتها أكثر مما تؤثر عليك من أنها فكرة علمية أو فكرة غير علمية. واو، جميل جدا هذه العبارة. الفكرة طاقة. نكس قبالية دينية كثير تزمر. في علم النفس اليوم يقولون اللغة هي التي تصنع الواقع، اللغة هي التي، لذلك يجب أن تكون كيرفول، يجب أن تكون مهتما جدا بانتقاء الألفاظ. أنت اليوم شعرت بوجع في أسفل الظهر. نعم. إذا سألتك كيف تشعر اليوم أخ رشيد؟ نعم. لا تقل أنا مريض، لا تقل أنا مريض، قل أنا لست بخير. العقل الباطن يسمع كلمة خير فيتفاءل خيرا. أما عندما هي العبارة نفس المعنى، هلأ لا فرق بين أن تقول أنا مريض أنا لست بخير، نفس المعنى، ولكن اللفظ بالعقل الباطن يسمع كلمة خير فيتفاءل خيرا. You have to be positive always. Positive even إيجابي، عليك أن تكون إيجابي. إيجابي حتى في الحالات السلبية. هلا أنت تعيش حالة وجع ظهر، هي حالة سلبية، ولكن عبر عنها بطريقة إيجابية. شكرا، هذا جميل جدا. مرة أنا كنت في مطار في أمريكا، مطار لونج بيتش إيربورت، فداخلي حاطين لوحة كبيرة كتير على مدخل الطائرة بتقول Don't say goodbye, say see you later. واو. لا تقل إلى اللقاء. لا تقل وداعا، قل إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع العلم نفس المعنى، بس إلى اللقاء مور إيجابية. صح، مور إيجابية. You come back. لذلك عندما أقرأ القرآن أستغرب، هل يعقل أن تكون هذه اللغة هي لغة الخالق؟ وقد بيقول لك في آية، تصور على هذه الآية، فكر فيها، استخدم عقلك. إذا كان في خالق وقد منحك العقل، منحك لتستخدم هذا العقل، تصور أنه إله بيقول يعذبهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هل يعقل إن الله يسمح للإنسان أن يعذب أخيه الإنسان؟ لا يمكن. ومو بس هيك إنه يعذبه، قال وقت بتعذب شخص آخر قلبك يطمئن. هل يكون الاطمئنان بالتعذيب؟ هل هذا يعقل أن يكون خالق لهذا؟ لا يعقل.
يعقل. الخالق لا يعذب، لا يعذب. إذا كان هناك خالق، هالخالق اللي وضع هالنظم الكونية، هذه القوانين، هذا الجمال الذي نراه في كل شيء. انظر إلى هذه البراعم، هذا بعد أسبوع أو أسبوعين ستراها أزهار. هل يعقل إنه الإله اللي أبدع في هذا الجمال، في هذا الفن، يسمح للإنسان أن يعذب الإنسان؟ لا. هذه ليست لغة إلهية، هذه لغة شيطانية. unbelievable. كيف العقل المسلم يقبل هذا الكلام؟ أنا لست ضد المسلم، أنا أؤمن بأنه المسلمين ناس طيبين، ناس خلوقين، بس هم وقعوا ضحية الفكر الإسلامي. الفكر هو الذي يشوه الإنسان، هو الذي ينزع الإنسانية من قلب الإنسان. صح. الفكر، أنا ضد الفكر، ولكن الإيديولوجية بصفة عامة. أنا ضد الإيديولوجية، ولكني لست ضد المسلمين. المسلمين هم أهلي، هم جيراني، هم أبناء وطني. أنا لا يمكن أن أكون ضد إنسان. أنا أفدي حياة أي مسلم بحياتي، إذا اضطر الأمر أنا أفدي أي مسلم بحياتي. ولكن أنا ضد الإسلام، ضد الإسلام. بيقولوا لي أنت تحقدين على المسلمين. أنا لا أحقد على المسلمين، ولا يمكن أن أحقد. الكثير من المسلمين أصدقائي، ولكن نعم أنا أكره التعاليم الإسلامية، أكره الفكرة، لأن كما أشرت الفكرة هي طاقة، والأفكار الإسلامية هي طاقات سلبية شوهت العقل البشري. لذلك أنا ضد الفكرة، ولكنني لست ضد الإنسان. المسلم كإنسان لست ضد، لا يمكن أن أكون ضده. هذا هو المشكلة. المسلم أنه لا يستطيع أن يميز بين الإسلام كفكر وبين هو كإنسان. في فرق. يبقى الإنسان هو الأسمى من أي فكر يؤمن به. شكرا وفاء. دونك لقاؤك في المحاضرة جميل جدا. لقائي بكم جميل جدا. أنا سعيدة جدا أن أتعرف على شعب بهذا المستوى من التاريخ الجميل، الثقافة الحلوة، القيم الجميلة الإنسانية. شكرا لك، لن أنسى هذا اللقاء أبدا. تحية لكل الأخوة الأمازيغ في كل مكان في عالمنا الجميل. سيتمنى سنيا سمير تنمية تصل إلى راسمبلمون بور لا لايسيتي إديه كان ساعة هكا تنمية سمير. ونلتقي معك يوم السبت في محاضرة مناقشة مع le rassemblement pour la laïcité au centre Saint-Pierre 1212 rue Panet à 13h30. Donc soyez au rendez-vous. Et le lendemain à Ottawa-Gatineau, comme vous voyez sur l'affiche aussi, avec Wafa Sultan et Samir Messebah. Shukran.